السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم رشيد أبو زيد والخط المصري القديم وكلمات عربية. في الفيديو ده معايا كلمة هتثبت لك إن الخط المصري القديم سجل عربية. طبعا دي مش كلمة واحدة، دي كلمات متعددة. أنا جايب لك كلمة بصورة صريحة، مش جذور متراكبة بعضها إلى بعض، ودي حقيقة عربية أنها جذور. أنا جايب لك هنا أو جايب لكم هنا الكلمة بصورة واحدة، ما فيهاش جذور مع بعضها، كلمة واحدة. إيه الكلمة دي؟ كلمة نفر. يعني نفر موجودة في القرآن الكريم، موجودة، وموجودة في الخط المصري القديم، موجودة، وموجودة في كلامنا احنا البشر بنتداولها حتى الآن، موجودة. زي ما قلت لك الكلمة دي هي كلمة نفر. نبدأ بكلامنا احنا اللي بره، كلامنا احنا المعهود. في مصر عندنا في الصعيد يما أحب أصلح شيء معين في الغيط في الحقل أقول اكري نفر أو هاتلك نفر. يعني إيه النفر ده؟ هو المصلح، يعني شخص هيقوم بإصلاح منطقة ما عندي في الحقل. سؤال: هل النفر ده يقدر يصلح إن لم يكن لديه خبرة أو معرفة كافية بعملية الإصلاح؟ يعني النفر ده لازم يكون حامل معلومات إصلاح. خلاص كده؟ دي في كلامنا العام اللي موجود. طيب في كتاب الله موجودة في سورة الجن. اقرأ معي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. يبقى ربنا وصف الفئة دي من الجن بإيه؟ بأنهم نفر مصلحون. طب ليه هم نفر؟ لأنهم استمعوا إلى القرآن، استنطوا إليه. أنا سمعنا قرآنا عجبا. وعجب دي لا تعني تعجب على فكرة، عجب دي تعني اتساع الجباية أو اتساع الإحضار. يعني القرآن ده فيه معلومات هائلة متسعة بصورة كبيرة جدا، كلما استمعت إليه يحدث لك عملية عجبا. مش مجالنا هنا أشرح لك عجبا، في فيديو تاني إن شاء الله هوضح لكم عجبا بصورة واضحة. طب هم عملوا إيه؟ خدوا المعلومات دي ورجعوا لقومهم: يا قومنا روحوا لسورة الجن وشوفوا النفر دول عملوا إيه، وبدأوا ينصحوا قومهم بإيه، وابدأ طابق المعلومة اللي اديتها لك بالحقيقة اللي موجودة في كتاب الله ووصف النفر دول. هم عملوا إيه؟ دول مصلحون. فدول المصلحون عكس المفسد، المصلح عكس المفسد. المصلح أو النفر يحمل معلومات إصلاح، المفسد دائما يفتقد إلى معلومات الإصلاح، ده بيزيل معلومات الإصلاح. طيب في الخط المصري القديم إيه شكل الكلمة دي أو إيه شكل الفعل ده؟ بتتكتب كده في الخط المصري القديم نفر، ويقال عنها فيها رأيين لوصف الرمز ده. منهم من قال إن دياتي القصبة الهوائية والقلب الاثنين متحدين مع بعض فيؤدي إلى عملية الإصلاح، إمداد الجسم بالمعلومات الكافية والتشغيل فيؤدي للإصلاح. في رأي آخر بيقول لك إن دي آلة موسيقية. وعند المصري القديم كانت الموسيقى شيء هام جدا، فكانت الموسيقى عندما توجد في مكان تعمل له عملية إصلاح، يعني راحة نفسية، بتخليه مرتاح نفسيا، يعني وظفها لعملية الإصلاح. فخد الرمز ده وحطه يعبر عن الإصلاح وسماه، طبعا مش هو اللي سماه، هو خد الكلمة دي من عربية اللي أنزلها الخالق في الأرض، سماها ايه؟ نفر. ده المصلح او الطيب او المحسن. تاني: المصلح او الطيب او المحسن. وهكذا النفر في كتاب الله، وهكذا النفر في الارض او في المنطقة اللي انت هتاخده فيها يعمل لك عملية اصلاح. سؤال قبل ما انهي الفيديو: ما طرحته عليكم مقنع ولا مش مقنع؟ مشكلة لو قلت مش مقنع. ليه؟ انا جايب لك دليل بفضل الله قوي جدا. عندك 3 مصادر، 3 حقائق، 3 مصادر للحقيقة متطابقين كلهم مع بعض: كتاب الله وده وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، الخط المصري القديم وده عميق بعمق التاريخ آلاف السنين للخلف، رجعنا للمنبع، وكلمة نستخدمها حتى الآن في عصرنا الحالي الحديث. في شك فيه ريب، لك أن تختار كيفما تشاء، أنت حر. هذا والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.